هلو هلو يا حلوين، صباح الفل عليكم او مساء الفل حسب ما بتسمعوا الفيديو. عاملين ايه الاخبار؟ وحشتونا قوي قوي قوي. النهارده بقى هعمل لكم وصفه سهله ولذيذه كده بالجلاش. شبه الفطير الشرقي كده اللي احنا بنجيبه من بره، بتبقى بجد لذيذه قوي وخفيفه وسريعه. عندنا لفه جلاش وصينيه هي شبه صينيه البيتزا. صينيه عاديه او اي صينيه عندكم يعني متوفره. اول حاجه هنفتح لفه الجلاش اهو. هنعملها بأي إمكانيات متوفرة عندكم في التلاجة، أي بواقي أكل عندكم. شوية بسطرمة، شوية جبنة، شوية جبنة موتزاريلا باقية عندكم، أي حاجة. أول حاجة فرشنا جلاش أهو. تمام. هنقيس بس عليه الصينية. لو عندكم صينية مستطيلة بجد هيبقى أسهل كتير. هنحط اهو الصينية ونحاول ان احنا نقيس عليها. الزيادات دي طبعا ما بنرميش حاجة يا جماعة، احنا ما بنرميش حاجة. آم، انا عندي بانيه اهو مقطعاه قطع صغيره وحطيته في البيض والبقسماط والكريسبي. اهو هغطي واحده معاكم من كل الجوانب. هعملهم كلهم بنفس الفكره. ممكن شويه بسطرمه، ممكن شويه هوت دوج، ممكن شويه سجق، اي حاجه اي حاجه متوفره عندكم. ممكن جبنه بس على فكره. انا حمرتهم اهو. بقوا مقرمشين جدا، مش قادره اوصف لكم بصراحه ولذاذ. على فكره الكميه دي مش كبيره خالص. يعني تقريبا 5 6 قطع بانيه مثلا متقطعين كده. قطعت بقى جنبهم طماطم مكعبات وفلفل رومي، بصل، حتة صغنططة، وعندي خيار مخلل. هجيب كوباية لبن وبضاية عشان هعمل حاجة في كوباية، يعني زي كده مادة سايلة أسقي بيها الجلاش. هحط حوالي كوباية لبن، بس المج ده كبير. انتوا عيروها بالكوباية العادية اللي عندكم. تمام. وهكسر عليه بضاية. تمام. اهو. هزود ملح حسب الرغبة يعني. هزود برضو فلفل اسود لازم عشان البيض وكده. اهو. واقلبهم كويس قوي قوي قوي. وبكده الخليط اللي عندي جاهز ان انا اسقي بيه الجلاش بتاعي عشان يطلع مورق كده ولذيذ جدا. وبيطلع مورق من بره وطري من جوه ولطيف جدا يعني. على فكرة ممكن تنفع غدوة او عشوة، او حتى تنفع بالنهار في فطار. الصينية بتاعتي بس همسحها بشوية زيت كده. اهو شوية زيت صغيرين، بس همسح بيها كويس. ممكن تستخدموا الصواني اللي مش بتلزق، هتبقى الطف كتير. بعدين هبدأ اسقي الجلاش. على فكرة أنا مش حاطه رقراق، بحط عادي زي ما انا عايزه، رقين 3 في المره مفيش مشكله. وبعدين احاول اسقيها بالمكون اللي عندي السائل ده اللي هو اللبن والبيض وفلفل وملح، بس مش اكتر من كده. كوبايه لبن وبيضه وملح وفلفل اسود. هحط اللي بعدها واسقي نفس الفكره اهو. انا سايبه الاطراف وبعدين في الاخر خالص هقصها واحطها برضو، احنا بنرميش حاجه. اهو احطها. ما بقاش ينفع نرمي خالص في التوقيت ده يا جماعه. على فكره هي وصفه اقتصاديه وفعلا يعني موفره. يعني البانيه ده لو كان اتعمل لوحده كنت هتحطي جنبه اكل تاني او ايا كان وما كانش هيبقى مشبع يعني. هوزع كده القطع اللي عندي اهو. ده في النص. انا كده حطيت كميه تحت كميه جلاش. على فكره انا مستخدمتش اللفه كلها، اتبقى منها. طبعا كل واحد على حسب ما بيحب، تحبه سميك او بتحبه رفيع، زي ما تحبوا يعني. بس انا بفضل ان هو ما يبقاش سميك قوي عشان يبقى مورق وخفيف معانا. هحط اهو القطع كلها. وزعتها كويس. بعدين احط الخضار اهو. الفلفل الرومي، كنت احط زيتون، فلفل الوان،
يعني اي حاجة عندكم باقية ممكن تستخدموها، اي حاجة متوفرة يعني. حطيت شوية طماطم برضو، والبصل هكذا نفس الفكرة، وزعه بس كويس. اهو خدت الحتت اللي انا قصاها بقى، خدت الحتت اللي كانت بره الصينية، تمام، قصيتها وحطيتها فوقها حتت صغيرة، عادي عادي جدا يا جماعة، ولا هتحسوا بيها، وهتطلع خطيرة في الاخر. يعني انا ملحقتش حتى اصورها لكم بعد ما اتقطعت، لان هم ملحقتش اصلا، هجموا عليها بجد وكان طعمها خطير. ملحقتش ابدا ان انا اقطعها، كلوها على طول يعني، يا دوب قطعتها وكلوها في ساعتها، ملحقتش اصورها لكم. فما فيش حاجة هتبان خالص، والقطع اللي متقطعة دي مش هتبان، وهتبقى لذيذة جدا يعني. هكمل بقى تسقية ببقية المكون اللي عندنا اهو، سقيتها كلها، ما تحسوش انها غرقانة ولا حاجة، عادي مفيش مشكلة. هو نفس المقدار اللي قلتلكوا عليه، كوباية لبن، بيضة، ملح، فلفل اسود. هسويها بس كويس قوي اهو، سوي عليها اتأكد ان كلهم، كل الحاجة يعني كل الجلاش وصل للمكون ده اهو. واحطها في الفرن على درجة حرارة 180، تقريبا تلت ساعة لنص ساعة بالكتير قوي، تطلع بصوا المنظر يا جماعة، خطيرة 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 ازاي. بصوا مورقة، ولا باين فتافيت ولا اي حاجة، وبصوا كلها على بعضها ومش لازقة، بصوا من تحت خطيرة خطيرة. ملحقتش اقطعها لكم والله يا جماعة، كان نفسي اوريها لكم من جوه شكلها ايه، بس للاسف ملحقتش خالص يعني. كل اللي في البيت بصوا بتتحرك ازاي جوه الصينية، بصوا بحركها كده بتتحرك ازاي. طلعت خطيرة بألف هنا، أتمنى انكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بجد وصفة لذيذة وسريعة جدا وخدتش وقت، وبألف هنا. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.